السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيلم من أحسن الأفلام اللي شفتها السنة اللي فاتت إن ما كانش أحسنهم. فيلمنا بيبدأ مع إيفلين وانج، مهاجرة صينية عايشة في أمريكا مع جوزها. عندهم مغسلة قربت تقفل بسبب تأخرهم في دفع الضرايب. حياة إيفلين بتكون تعيسة جدا، بنتها طلعت شاذة وجوزها قرب يطلقها، وكمان أبوها كل شوية يروح لها المغسلة ويفكرها يقول لها شفتي لما كنتيش مشيتي من الصين؟ إيفلين وويموند اللي هو جوزها وأبوها بيروحوا مصلحة الضرايب عشان يطلبوا تمديد الدفع. أول ما بيركبوا المصعد بتحصل حاجة غريبة، ويموند بيبدأ يتصرف تصرفات غريبة وبيغطي الكاميرا بالنظلة وبيقول لمراته إن حياتها في خطر، وما بيبقاش عنده وقت يشرح لها لأن ويموند الحقيقي هيرجع لجسمه قريب، فبيدي لها جهاز وسماعات وبيكتب لها خطوات تمشي عليها عشان تعرف تتواصل معاه بعد كده. ولما بتشغل الجهاز بتبدأ تفتكر حياتها من أول ما سابت الصين، بعدين خلفت بنتها، وكمان لحد ما اتخاصموا. بعدين ويموند بيرجع لطبيعته اللي بيخلي ايفلين دي مرتبكه تماما. بعدين بيخشوا عند ديردري موظفه مصلحه الضرايب وبيدوا لها الورق، لكن رد فعلها بيبقى وحش لان هي بتلاقي فيه اوراق ناقصه، وعشان كده بترفض طلب تاجيلهم لدفع الضرايب. وبيبان على ايفلين ان هي مش مهتمه لانها بتبقى منشغله بحوار السماعات، فبتمشي ورا الخطوات اللي مكتوبه لها وبتبدل الجزمه بتاعتها وبتبدا تتخيل نفسها في الخزانه، واللي بيخليها فعلا تتسحب للخزانه وتقابل ويموند هناك. وبتندهش اكتر لما بتلاقي نفسها قادره تتحرك في مكانين في نفس الوقت. ويموند بيبدا يشرح لها حقيقه الكون، وان الكون عباره عن مليارات من العوالم الموازيه فيها مليارات من كوكب الارض ومليارات من كل حاجه تانية، وان كل شخص فيه منه نسخه في كل عالم. ممكن يبقى دكتور، ممكن يبقى طيار، ممكن يبقى عالم، او حتى ممكن يبقى صخره. وويموند بيبدا يشرح لها ان هو من عالم تاني اسمه الفا. العالم ده عليه تكنولوجيا متطوره جدا، هم اول ناس يقدروا يثبتوا وجود العوالم الموازيه. وايفلين في العالم الفا اللي هي الفا ايفلين هي اول واحده قدرت تعمل اختراع اللي بايدهم يستخدموه عشان ينقلوا وعيهم من عالم لعالم تاني، وهي دي الطريقه اللي الفا ويموند قدر ينقل بيها وعيه لويموند العادي. ايفلين بتقول له شكرا على المعلومه، عايز ايه بقى؟ وبيقول لها ان العالم على وشك ان هو يتدمر. من بنتهم الفا جوي اللي هي جوي اللي في عالم الفا، واللي بتكون اسرع واحده في عالم الفا بتقدر تتنقل ما بين العوالم بسرعه. والسبب في كده هي الفا ايفلين، لانها وهي بتعمل تجارب على جوي حصل عطل في الاله خلى وعي جوي يتنقل لكل العوالم في نفس الوقت. ومن خلال اللي جوي شافته استنتجت ان الحياه ملهاش لازمه، وانها عباره عن كذبه، وان البشر دول كائنات بائسه، وهي عايزه تنهي البؤس بتاعهم عن طريق ان هي تتخلص من كل البشر في كل العوالم. وعشان تقضي على البشريه اخترعت ثقب اسود. الثقب الاسود ده بياكل كل العوالم الموازيه وهيخلص العالم خالص، وهيقضي على كل حاجه من الوجود. والشخص الوحيد اللي يقدر يوقف جوي هي ايفلين. عشان كده جوي بتسافر في كل العوالم عشان تقتل ايفلين اللي هناك. وبيقول لها انا اخترت النسخه دي منك بالذات عشان ننقذ الكون، عشان دي اكتر نسخه حزينه من ايفلين سواء على المستوى المهني او الشخصي، لانها في العوالم الثانيه بتبقى حققت نجاحات وحاجات كبيره. وبيقول لها ان الدور اكيد عليها عشان تقوم هي كمان بحاجه كبيره ومهمه، واللي هي انها تنقذ الكون. بعدين ويموند بيوضح لها ان جوي هتبعت ناس عشان يقتلوها، وان هي لازم تتعلم الكونج فو بسرعه، وتقدر تعمل كده عن طريق ان هي تنقل وعيها لوعي عالم موازي فيه ايفلين مدرسه كونج فو مشهوره، وانها لو عملت كده اول ما ترجع لعالمها تاني هيبقى عندها نفس المهارات بتاعت ايفلين دي. وفي الوقت ده رجال جوي بيوصلوا وبيبداوا يتخانقوا مع الفا ويموند. الفا ويموند بيبقى بيكسب، لكن الفا دريدري بتوصل وبتشيله وبتهدفه على الارض. ايفلين بتتفزع وبتغلط، بدل ما تبعت وعيها للعالم اللي هي فيه مدرسه كونج فو بتبعت وعيها للمستقبل، وبتشوف نفسها هي وجوزها هما بيتطلقوا، وبترجع تاني بسرعه للعالم بتاعها وبترسل وعيها المره دي بقى، وفعلا بتنجح ان هي تروح العالم اللي هي فيه مدرسه كونج فو. وبتلاحظ ان هي في العالم ده قررت ان هي تقعد مع ابوها في الصين وما تسافرش. وبعد ما بقت مدرسه كونج فو مشهوره بقت ممثله كمان وبدات تشتغل والناس بقت عارفاها، وبتعيش الحياه دي لمده ثواني قبل ما بترجع للحياه الواقعيه. وبتكون مستغربه ان قد ايه قرار واحد بسيط زي ده غير حياتها 180 درجه. ولكن دريدري اللي بتكون بتطير بتقاطعها وهي رايحه ناحيتها، واللي بيخليها تفهم التفكير وبتكسب دريدري بسهوله من المهارات اللي هي اتعلمتها من العالم التاني. وبتبدا تسرح بخيالها وتشوف نفسها وهي بتقابل ويموند في العالم التاني، وبيكون لسه بينهم اعجاب. الفا ويموند ما بيسيبهاش تستمتع باللحظه وبيرزعها بالقلم يصحيها، وبيديلها حاجه تاكلها وبيقول لها بسرعه عشان نلحق نمشي قبل ما جوي تيجي. ولكن الفا جوي بتكون خدت جسم جوي اللي في العالم ده خلاص، وبتكون تقريبا في نفس المبنى بتاعهم. وللاسف كمان في الوقت ده الفا ويموند بيفقد الاتصال بوعيه في العالم اللي فيه ويموند. وبعدين الفا جوي بتوصل للمكان وبتبقى متحكمه في رجاله الشرطه اللي بتخليهم يمسكوا ايفلين ويكتفوها، وبيبقى عندها قدرات خارقه زي ان هي بتضرب راجل الشرطه بتخليه يتف ورق من بقه. ايفلين بتبقى مندهشه لحد ما جوي بتقرب منها وتبقى عايزه تقتلها. ايفلين بتحاول بسرعه ان هي ترسل وعيها لاي عالم تاني عشان تتعلم اي حاجه تقدر تحارب بيها جوي، لكن للاسف بترسل وعيها لعالم الناس فيه عندهم صوابع هوت دوج، وصاحبتها المقربه في العالم ده بتبقى دريدرا. بيبقوا قاعدين يتفرجوا على فيلم بياكلوا صوابع بعض فيه، وبترجع بسرعه للعالم بتاعها وما بتكونش استفادت اي حاجه، وبتكون جوي هتقتلها خلاص، لكن ابوها من عالم الالفا بيجي يلحقها. وبعد ما بتوع الالفا بيرجعوا لعالمهم، جوي وويموند بيرجعوا لوعيهم وبيقوموا
مستغربين. ايفلين بتبدا تشرح لهم اللي حصل لكن بيضحكوا عليها وما بيصدقوهاش. وبنلاحظ ان الفا جو قبل ما تمشي اتحكمت في ناس كتير قوي وطلبت منهم ان هم يقتلوا ايفلين، وعشان ايفلين تعرف تحاربهم بتبدا ترسل وعيها لكل العوالم الموازيه، وبتبقى مره عاميه ومره مغنيه ومره طباخه ومره ممثله ومره شغاله في مطعم بيتزا، وبتجمع الخبرات دي كلها وترجع لعالمها، وباستخدام الخبرات دي بتقدر تقضي على كل رجاله جوي. لكن لما بتخلص بتبقى تعبانه جدا، وبتيجي اللقطه في عالم الفا وجوي بتلاقي جسم ابوها وبتقتله، واللي بيؤدي لانفصال وعي الفا ويموند عن ويموند اللي في العالم بتاع ايفلين. ويموند الحقيقي بيصحى، وفي اللحظه دي بتيجي الفا جوي للمكان اللي هم فيه. ايفلين بتبدا تحاول تروح لعوالم ثانيه عشان خاطر تنتصر عليها، لكنها بتحس بالاعياء وبتقع على الارض وبيغمى عليها، والفا جوي بتسيبها تموت وتمشي وهي بتضحك. وفي الوقت ده وعي ايفلين بيبدا يروح لكل العوالم اللي هي زارتها قبل كده، وبيبدا يعيش الحيوات دي مره ورا الثانيه. ومن كتر الضغط على وعيها مره واحده كل حاجه بتقفل وبتصحى على مكتبها. بتطلع بره بتلاقي الناس بتحتفل بعيد راس السنه، وبتروح المغسله بتاعتها وتقابل جوي وبتتكلم معاها وبتاخد بالها ان دي الفا جوي. بعدين وعيهم الاثنين بيبدا ينتقل لكل العوالم الموازيه، وبيبداوا يحاربوا بعض في كل مختلف العوالم. وبيحصل مع ايفلين نفس العطل اللي حصل مع جوي في اول الفيلم وخلاها شريره، وبتبدا تلاحظ ان مفيش حاجه في الحياه مهمه، لانها بتلاقي نفسها في كل عالم من العوالم دي بائسه وحزينه بطريقه او باخرى. وبتبدا تلاحظ وجهه نظر بنتها وبتتفق معاها ان هم ينهوا حياه البشر زي ما هي كانت عايزه. وبتيجي اللقطه عليهم هم في عالم موازي وعيهم في صخور، وبيتناقشوا مع بعض وبيلاقوا نفسهم بيتخانقوا برضه ان هم بائسين. بعدين بيقربوا الاثنين من الثقب الاسود وبيكونوا خلاص هينطوا فيه وينهوا كل حاجه. لكن ايفلين بتشوف نفسها وهي في المغسله، وبتوع الضرايب جايين عشان يحجزوا على المكان وخلاص بيكلبشوها عشان يقبضوا عليها. لكن جوزها ويموند بيتكلم مع دريدرا وبيقنعها ان هم يستنوا عليهم اسبوع بالظبط وهم هيدفعوا كل اللي عليهم. وفعلا دريدرا بتوافق، وويموند بيروح لمراته يفرحها ويقول لها قدامنا اسبوع كمان. الموقف ده بيخلي ايفلين تبدا تحس ان في حاجات فعلا مهمه، وان المواقف البسيطه اللي بتحصل معاهم هي اللي بتدي طعم للحياه. وبتروح لوعيها اللي في العالم اللي هي ممثله فيه، وبتقابل ويموند، وبرغم الحواجز اللي ما بينهم بتكسرها كلها وبتروح تتقدم له للجواز. وفي العالم التاني اللي كان فيه صوابعهم عباره عن هوت دوج بتروح وتصالح دريدرا وبيرجعوا اصحاب تاني. وبتلاحظ ان في كل عالم من العوالم دي في حاجات بسيطه بتدي طعم للحياه بتخليهم عايزين يعيشوا. وفي العالم بتاعها بتاخد ويموند بالحضن وبترفض ان هي تنط في الثقب الاسود مع جو بتتعصب وبتبعت الناس عشان خاطر يضربوها ويحدفوها في الثقب الاسود بالعافيه. لكن ايفلين بتقنع كل الناس ان في حاجات في حياتهم تستاهل ان هم يعيشوا عشانها، وفعلا كلهم بيقتنعوا ما عدا جو اللي بيكون خلاص هتنط في الثقب الاسود. لكن ايفلين بتتخيل معاها عالم هي بتتقبلها فيه وبتعاملها كويس وبيتصالحوا. الفا جوي بتبدا تستوعب فعلا ان الحياه ليها طعم حتى لو كل الناس ضدك طالما في ناس معاك. وبتلاقي فعلا ايفلين وويموند واقفين في ظهرها وبيسحبوها من الثقب الاسود ويرجعوها لمكانها. وبتيجي اللقطه بعد اسبوع ايفلين بتبدا تتقبل جوي وبترجع علاقه كويسه ما بينها وبين جوزها، وخلاص بيلغوا فكره الطلاق وبيروحوا مصلحه الضرايب. والمره دي لما بيقدموا الورق بتاع تاجيل الدفع بيتقبل. ايفلين بعدين بتبص لعيلتها وبتبقى فخوره بيهم وفرحانه بحياتها، بالرغم ان هي شافت في حيوات تانية نفسها وهي انجح واحسن لكنها ما بتتمناش تعيش مكانهم. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيلم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وتقولوا لنا رايكم في التعليقات تحت. السلام عليكم ورحمه الله.